السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا وصفتنا جميلة وسهلة جدا وبسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس أمرا منكم يا حبايبي الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا مقادير النهاردة معايا اللي انا هعمل بيها الوصفة بتاعتي. معايا معلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كمان 2 بيضة، ومعاهم كيس من الخميرة الفورية وزنه 10 جرام، معلقتين كبار من الزبادي، معلقتين كبار من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعايا 300 ملي من الحليب، يعني حوالي كوباية وربع من الحليب الدافي، و3 كوبايات من الدقيق. طبعا كده هي كل دي المقادير اللي انا هشتغل بيها النهاردة. هبدأ كده بسم الله اشيل صفار بيض من البيضتين اللي معايا واركنه كده على جنب. هحط عليهم معلقتين الزبادي والسكر والزبدة، وهبدأ ادوب الخليط كويس قوي لغاية ما احس ان الزبدة دابت مع كل المكونات اللي انا حطيتها. بنزل عليهم كده بكوباية وربع من الحليب الدافي، وكيس الخميرة الفورية اللي هو وزنه 10 جرام، او بيعادل معلقة كبيرة من الخميرة الفورية لو انت بتستخدمي الخميرة السايبة. كده بضيف الدقيق بس مش بضيفه كله، طبعا بضيفه بالتدريج، لان زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا ان كل دقيق بيختلف حسب درجة امتصاصه للسوائل. بعد كده بقى هبدأ اعجن بايديا لغاية ما اختبر العجينة والاقيها كده عجينة طرية بس ما بتلزقش في ايديا. هضيف الدقيق بالتدريج شوية بشوية، انا هنا ضفته على 3 مراحل كده. كده وصلت لقوام العجينة اللي معايا، عجينة طرية مش ناشفة، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايديا. كده بعد ما سبتها لمدة ساعة خمرت. ببدأ اخدها كده واجيبها على سطح العمل قدامي وهقسمها لقطع متساوية. طبعا انا العجينة اللي معايا اللي انا عملتها دي عملت لي 9 قطع من المخبوزات دي اللي انتوا شفتوها من الشكل الجميل اللي احنا عملناه ده. انت عايزة طبعا تصغري حجمها شوية تعمليهم 10 قطع او 12 قطعة، دي حاجة ترجع لك برضو حجمها في ايديكي. ممكن تصغري ممكن تكبري، دي حاجة برضو ترجع لك. انا هنا قسمتها كده ل9 قطع متساويين زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اشكل طبعا كل جزء على شكل كده كورة، عشان لما اجي افردها سبتها استريحت لمدة 10 دقايق من بعد ما قطعتها عشان تكون سهلة معايا في الفرد. هبدأ كده اجيب اول واحدة هفردها كده بالنشابة قدامي، يعني هخلي السمك بتاعها حوالي سنتي زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزاها سميكة وفي نفس الوقت برضو مش عايزاها خفيفة أو رقيقة. هعملها كده، هقسم الفطيرة اللي أنا عملتها دي ل4 قطع متساوية، يعني 4 تربع، وهبدأ أرصها فوق بعضها كده بالتدريج زي السلم بالظبط، زي درجات السلم. شايفين كده؟ بالشكل الجميل ده بكل بساطة جدا كده. وهجيب طبعا خلة أو عود من أعواد الشيش طاووق، وهبدأ اجيب اطراف العجينة واقفلها، يعني انا بقفل الاطراف كده على بعضها اهو زي ما انتوا كده شايفين قدامكم، وابدأ اقفلها
بقفلها كويس قوي عشان ما تفكش معايا. بضغطها كمان كده من نهايتها من ورا خالص، وبتبدأ معايا بتبقى بالشكل الجميل ده هو اللي انتوا شايفينه. عفوا. كمان مرة عشان نشوف الوصفة قدامنا عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين كده هو اطراف على بعضها، وبقفلها كويس قوي، وبكون دهن الصاجة طبعا زيت، وابدأ ارصهم جنب بعض كده وبقفل كويس واحدة ورا التانية لغاية ما اخلص المقدار اللي معايا كله كده. حبايبي لو انتوا معايا لغاية دلوقتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك طبعا وشير للفيديو لو عجبكم. كده انا خلصت المقدار بتاعي كله اللي قدامي 9 قطع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شكلها جميل جدا. هسيبها طبعا كده لمدة نص ساعة كمان لغاية ما يتضاعف حجمها واحس انها خمرت كويس. طبعا زي ما تعودنا في المخبوزات بتاعتنا صفار بيضة مع معلقتين من اللبن، وهلمع الوش بتاع المخبوزات بتاعتي. طبعا بضيف لها حبة البركة، بضيف لها سمسم، دي حاجة ترجع. شايفين شكلها جميل ازاي؟ حاجة طبعا تحفة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة جميلة جدا. هتعمليها سهلة جدا وبسيطة، مش هتتعبي فيها. انت هيكون متهيألك ان الموضوع صعب شوية في البداية، لكن سهلة جدا. انصحكم انكم تنفذوها، وصفة جميلة عجبتني جدا. طبعا هتكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 درجة. شايفين كده الجمال؟ كده هتبدأي تغيري في شكل مخبوزاتك طبعا وشكل المعجنات بتاعتك، حاجة كده جميلة وتفتح النفس. طبعا كده شكلها على الفرن، ادي منظرها بعد ما طلعت من على الفرن. طبعا منظرها جميل جدا وريحتها جميلة جدا، هشة جدا وطرية زي ما انتوا شايفين كده. وبالهنا والشفا، ما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.